السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة اقتصادية ميني كيك بزوج حبات بيض بالليمون بالمربى كما راكم تلاحظوا في مخياتي. وصفة بزاف هايلة الناس اللي يحبوا الكيك خفيف كما على بالكم خياتي اللي موالفين يخدموا الكيك على بالهم. كاين الكيك هذاك اللي يجي هكذا خفيف كيما القطن، وكاين هذاك اللي يجي شويه ثقيل هكذاك شغل مشرب. هذا خفيف يعني كي تبدي الحبه تاع الكيك تحس بما راكي رافده والو، خفيفه ريشه. تجي بزاف هايله تقدموها هكذا مع العصائر ولا تقدموها هكذا مع قهوه حليب كما حبيتو نتوما، يعني التقديم يكون على حسب الذوق تاعكم نتوما. شوفوا الخفه نتاعو تضغطوا عليها ماهيش راح تتعجن هذيك يعني. صورتها معكم في اليوم الاول كي خدمتها، يعني كان هذه بعد ما باتت في الثلاجة، يعني خدمتها في الليل غدوة من ذاك الصباح هكذا كان القوام نتاعها. حبيت نشاركها معكم. راكم تلاحظوا يعني في المربى تجمد يعني كان في الثلاجة. نتمنى خياتي باش تعجبكم هذه الوصفة. اللي حبوا الكيك هكا يكون خفيف بزاف تضغطي عليه وماش راح يتعجن، تعجبكم الوصفة ديروها تتمتعوا بها مع أحبابكم. ندير هكذا حاجة تاع قاطو ولا ندي هكا في يدي باش نستقهووا بها. نتمنى خياتي باش ما تبخلونيش بالاعجاب والاشتراك في القناه، بارطاج يعني مع صحباتكم ولا في جروبات، بالك يعني يجربوا الوصفه تكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. نبداو مع الوصفه تاعنا. عندي زوج حبات بيض يعني خرجتهم من الثلاجه حوالي مقبل بنصف ساعه ولا ربع ساعه هكذاك. دائما البيض تاعنا في الصيف نكسروه في وعاء صغير، من بعد نديروه في الوعاء باش نخلطوه باش ما بالك يكون خاسر، ولا احيانا رانا نلقاو حبات بيض يكونوا فاسدين. درت معها 6 ملاعق سكر، السكر على حسب الذوق، ولكن انا كما على بالكم درت فيها الليمون يعني ماهيش حتكون حلوه بزاف. كان الحلاوه تاعها كانت هايله. 6 ملاعق كبيره سكر، كما لاحظتوا ملعقه صغيره فانيلا، رشه ملح بين صباعتين كما لاحظتوا هكذا. خلطنا غير بالخلاط اليدوي، ولا حبيتوا تخلطوا بالخلاط الكهربائي كما حبيتوا نتوما يعني حتجيكم خير وخير. بعد ما خلطنا شويه حوالي 2 دقائق فقط، ماشي بزاف، غير شفت هذاك السكر ذاب يعني ماشي بزاف. ضفت لها 6 ملاعق زيت كما راكم تلاحظوا خياتي، الملعقه الكبيره اللي تاع الاكل يعني. نزيدو نخلطو حوالي دقيقه ولا دقيقتين. يعني هذه الكيك كامل ما تعبكمش، هذه الميني كيك توجدوها في وقت قصير وتعطيكم نتيجه للناس اللي يحبوا الحاجه خفيفه بزاف، يعني هذا حتعجبكم. نضيف لها 3 ملاعق من الحليب، نضيف لها 3 ملاعق من عصير الليمون. إذا حبيتوا ديروا الحليب فقط وتستغنوا على عصير الليمون تقدروا، ولكن أنا نحب ندير فيها عصير الليمون، يعجبني الذوق نتاعو، ولكم الاختيار خياتي. نضيف لها مبشور ليمون، أنا كما راكم تلاحظوا خياتي كان عندي في المجمد. نحاولوا نخلطوا هكا حوالي دقيقة باش ندمجوا كامل هذوك المكونات. ونضيف لها الفارينة، عندي 6 ملاعق مملوءة جيدا كما راكم تلاحظوا فيها، يعني بومبي فارينة 6 ملاعق. كيس خميرة كيميائية وزن 10 جرام. دائما الفارينة تاعنا خياتي نغربلوها، يعني كي نغربلوها كذا فوق الكيك راح تعطينا يعني خفة للميني كيك تاعنا. كما لاحظتوا خياتي درت 5 ملاعق، من بعد خليت الملعقة دائما للأخير. دائما نخاف تكون هكذاك الحبة تاع البيض صغار ولا الفارين تكون يعني ماشي موالفة بها. دائما ندير 5، من بعد نضيف الملعقة السادسة في الأخير. كما لاحظتوا شوفوا خياتي كي نجربوا العجينة تاعنا شوفوها كيفاش كتب لنا هذاك رقم 8، من بعد شوية هكذا من بعد يختفي هذاك الرقم. يعني القوام راهو باين معكم تاع الخليط نتاعنا. ما نديروش خفيف بزاف بزاف وما نديروش ثقيل بزاف، يعني باش ما يهبطلناش الكيك تاعنا كي يطلع. وكنديروه ناشف بزاف راح يجينا يعني ثقيل، وكنديروه خفيف راح يطلع يعاود يهبط كيما على بالكم. نجيبوا هذوك القوالب نتاع الميني كيك تاعنا خياتي، دهنتهم بالزبده بالمارغرين، رشيتهم بالفارينه، درت فيهم هذاك الخليط. عندي 6 قوالب كما راكم تلاحظوا، عمرتهم يعني كملت عليهم كامل هذاك الخليط اللي كان عندي. دخلتهم للفرن على درجه حراره 170، شعلت لهم المروحه، حطيتها في الرف الوسطاني. بعد ما تحمرت من الاسفل شعلت لها حمرتها من الاعلى. كي طاب الميني كيك تاعنا فتحت له الباب تاع الفرن وخليته لداخل في الفرن حوالي 10 دقائق. من بعد خرجته وخليته حتى برد في هذوك القوالب. كان لهنايا دافي مباشرة، يعني هو كي يكون دافي ونديروا له هذاك المربى راح يتشربوا
لهنا كان الكيك تاعنا يعني الميني كيك تاعنا كان دافي، كان عنده حوالي ربع ساعة ملي خرجناه من الفرن. نديروا له المربى، يعني المربى استعملوا المربى اللي تحبوه نتوما. انا لهنا كان عندي مربى تاع الفراولة، انا بزاف نحب على كل حال المربى تاع الفراولة. ندهنوها كامل بالمربى من الاعلى كما لاحظتوا خياتي. من بعد نديروا لها جوز الهند، اختياري جوز الهند، اللي ما يحبوش يقدر يستغنى عليه، ولكن يعطيها بنه بزاف هايله. نديرو فقط مع الاطراف، من الاعلى ما نديروش، هكذا باش يبقى الشكل تاعها شباب. بعد ما كملت كامل خياتي كما لاحظتوا، لان ندهنوهم بشويه تاع مربى من الاعلى، لانه كما حكمتهم بيدي بالك يكون هكذا نشف لهم ذاك المربى، تبقى هكذا تعطيهم ديك اللمعه. من بعد نجيبو ملعقه ونعمرو هذيك الثقبه اللي تكون في الوسط. يعني وصفه سهله ما تشدكمش كامل الوقت، في 2 دقائق تكوني خدمتيها، ما تديش كامل الوقت. شفتوه يعني خلطناها فقط باليد، ماشي شرط يعني يكون عندك خلاط الكهربائي. هذا هو المربى اللي استعملته خياتي، حبيتكم تشوفوا يعني العلبة بالك تحبوا تشروا ولا ما باليش. المهم هذه هي الوصفة تاعنا خياتي، شوفوا كيفاش كانت مرتفعة، وكي ترديها تحسيك شغل ما كيرفدا والو، تالمو خفيفة بزاف. شوفوا كي نقسموها كيفاش رايحة تكون. هذه يعني كان عندها ربع ساعة ملي خرجتها من الفرن. وشوفوا يعني عادة الكيك كي نجبدوه من الفرن يكون سخون تضغطوا عليه يتعجن، ولكن شوفوا هذه كي تضغطوا عليها وتلقاوها راهي هايله، يعني ما تتعجنش. شوفوها كيفاش يعني مازالها دافيه. وصفه بزاف سهله خياتي، نتمنى باش تجربوها. واذا عجبتكم الوصفه خياتي ما تبخلونيش بالاعجاب، بارطاجها في الجروبات ولا مع صحباتكم، وكتبوا لي رايكم في التعليق، ولا حطوا لي في التعليق هكذا قلب ولا ورده شابه كيما نتوما خياتي. نتمنى باش يعجبكم الفيديو، ونلتقي معكم في فيديوهات اخرى. تهلاو في روحكم، مع السلامه.